السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد، والنهاردة هنكمل القوائم المالية. أنا إلى حد ما كده ظبطت الدنيا، ظبطت القوائم. بقى عندنا هنا على الشمال البالانس شيت، في زي ما قلنا حسابات الأسيتس واللايبيليتيز والأونر إيكويتي والتوتال بتاع البالانس شيت، وطبعا كل حساب التوتال بتاعه، أو كل مجموعة حسابات يعني التوتال بتاعه. وعلى اليمين هنا كده الانكم ستيتمنت، فيها الريفينيو والكوست والاكسبنس وكل طبعا حساب بالتوتال بتاعه. تعالى بس نعدل المعادلات دي. هنا ده هنيجي نقول له ايكوال ده، ولا انا مش هجمع هنا هطرح الايراد من الكوست ومن الجي ايه. تمام، واسحب المعادلة، وده ماينس ده ماينس ده. تمام كده احنا ظبطنا القوائم المالية بتاعتنا. طيب تعالى بقى نتكلم بالتفصيل عن القوائم المالية. هي هنا الحتة اللي بنعمل فيها القيود. انا سايب الموضوع كده بحيث ان انت تقدر تشوف واحنا بنعمل قيود الدنيا بتبقى عاملة ازاي، الحركات بتبقى ايه اللي تامم يعني. طيب احنا لو خدنا بالنا هنا احنا عاملين حركة ب1,050,000 التوتال، يعني توتال الحركات. البنك البالانس بتاعه بقى 950,000، حطينا 1,000,000 صرفنا 50. تمام. في حاجة انا قلتها الفيديو اللي فات، ان ده توتال الاسيتس بيساوي اللايبيليتيز والاونر ايكويتي. هل الكلام ده صحيح؟ لا، الكلام ده مش صحيح. هنا في فرق 50,000 جنيه، وده بقى هنا ياخدنا لحته مهمه جدا لازم نتكلم فيها، ولازم نبقى واخدين بالنا واحنا بنتكلم فيها، ان دايما في البالانس شيت هيبقى عندي فرق. ليه في فرق؟ علشان طبيعي ان في فرق ده ممكن من الحسابات دي تبقى حسابها في الانكم ستيتمنت، زي الانتري ده بتاع الرنت. فمعنى كده ان انا لما اجي بطلع الحساب، باجي في اخر السنه بقى بطلع الحساب والحسابات كلها، واشوف 50,000 جنيه اللي هنا دي كده خسارة. لو احنا صارفين 50,000 جنيه لسه ما عنديش اي مكسب. فلما باجي بعمل في الاخر بقى السنة بقى بعمل الكلوزنج بتاعي، بقفل يعني، هلاقي ان انا عندي 50,000 جنيه خسارة. فمعنى كده باللي حاصل لغاية دلوقتي ان انا راس المال ده قل، بقى عندي خسارة 50,000 جنيه. تمام. طب تعالى نعمل انتري ريفينيو كده، نعلي الدنيا، نشوف برضو الدنيا هتبقى عامله ازاي. وليكن انا هعمل فاتوره لعميل. الموضوع سهل وبسيط. انا هعمل فاتوره لعميل. انا اسف، قبل القيود تاني، للمره التانيه بنسى، معلش. قبل القيود تعالى بس نشرح خصائص في القوائم الماليه عشان ما نخرجش بره الفيديو. طيب احنا قلنا بقى في الانكم ستيتمنت هي عباره عن ريفينيو، وهنا بنجمع التوتال بتاع الريفينيو، وهنا الكوست. احنا بنطرح الاثنين دول من بعض، الريفينيو ناقص الكوست ناقص التكلفة، يعني بيدينا حاجة اسمها الجروس بروفيت. يعني الرقم لو طرحنا هنا مثلا في 100,000 جنيه ريفينيو وعليها 50,000 جنيه كوست، يبقى احنا كده الجروس بروفيت بتاعنا 50,000 جنيه. تمام، ده في الانكم ستيتمنت. طب وفي هنا 50,000 جنيه كمان، او مثلا في 30,000 جنيه في المصروف الجي ان دي، يبقى احنا كده النت بروفيت لما بقى بنطرح الجروس بروفيت من المصروف العمومية والإدارية، بيدينا حاجة اسمها نت بروفيت. النت بروفيت ده اللي هو 20,000 جنيه. 20,000 جنيه دي اللي بناخدها بقى ونرجع بيها هنا تاني على على الميزانية، بنحطها في حاجة هنا اسمها ريتيرن ايرنينجز او حساب الارباح المحتجزة. كل الكلام ده هنتكلم عنه بالتفصيل. اللي انا محتاجك تفهمه بس ان في قائمتين دول بس اللي محتاج تفهمهم في الاول، ان في قائمتين ماليين، البالانس شيت والانكم ستيتمنت. البالانس شيت دي فيها حسابات الاصول والالتزامات وحقوق الملكيه. تمام، والمعادله بتاعته الاصول بتساوي الالتزامات زائد حقوق الملكيه. والقائمه الدخل او الانكم ستيتمنت دي اللي بتسجل فيها الايرادات وبتخصم منها التكاليف والمصاريف العموميه والاداريه. ده بس اللي انا محتاجك تعرفه في الاول، ومع القيود هتبتدي تشوف الدنيا. هنبتدي نشرح بقى خصائص الحسابات دي، ال5 حسابات دول، من اول الفيديوهات الجايه. يا رب يبقى الفيديو عجبكم. اعمل سبسكرايب للقناه واكتب لي كومنت لو انت عايز تسال على اي حاجه او في حاجه مش واضحه
او عندك اي كومنت على اي حاجه اكتب لي وانا هرد عليك على طول. اشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.